بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هندخل في شابتر 6. هنتكلم عن جزء الجوينز. الجوين فكرته اللي أنا دلوقتي بقى عندي أكتر من تيبل. دلوقتي إحنا لما عملنا نورماليزيشن طلعنا مثلا 5 تيبل، نفترض إحنا طلعنا 5 تيبل. دلوقتي أنا عاوز أجيب الداتا أكتر من تيبل، يعني بس تكون الداتا مشتركة، يعني أكتر من تيبل أجيب منها داتا. فبيقول لك الجوين كونكتنج الداتا فروم مالتيبل تيبل، يعني بجيب داتا من أكتر من تيبل. فانا عندي اكتر من نوع من الجوين. عندي حاجه اسمها انر جوين بجيب المشترك. عندي حاجه اسمها ليفت جوين بتجيب الجدول اللي على الشمال كله والمشترك معاه من اللي على اليمين. عندي حاجه اسمها رايت جوين بجيب اللي على اليمين كله والمشترك معاه من الشمال. الفول جوين الفول اوتر بجيب الاتنين سوا. ده ان شاء الله هنتكلم عنه. تمام. انا خليت شات يعمل لي الكويري بحيث ان احنا نعرف نقراها احسن من شات يعني. شابتر 6 سيكوال كويري جوينز. اول حاجه بيقول لك ان الشابتر دوت هو الكور بتاع الريليشن داتابيس. ليه؟ لان انت عاوز الكور بتاعه. بيقول لك ريتريفنج الداتا، بجيب الداتا من اكتر من تيبل. فبيقول لك احنا هنتكلم عن الجوين وهنستخدم الفورين كي. طبعا مهم ان الفورين كي لازم يكون عندي فورين كي عشان اربط الاتنين تيبل ببعض. قال لك هنكفر الانر جوين والاوتر جوين والسيلف جوين. الكويري اوبتمايزيشن ان شاء الله هحاول اعمل فيديو للاوبتمايزيشن كامل. نبدا بيقول لك نيد اوف جوين. ليه احنا محتاجين الجوين؟ قال لك ان الباور اوف ريليشن داتابيز او الحاجه الاساسيه بتاعت الداتابيز ان الداتا ديستريبيوتد وان الداتا ريليتد ببعض، يعني الداتا متوزعه على اكتر من تيبل وكلهم مرتبطين ببعض. وقال لك مالتيبل تيبل عشان اتجنب الريدندنسي. فالجوين قال لك الجوين هو سيكوال اوبريشن. قال لك الجوين هي اوبريشن هتسمح لك اللي انت كومباين هتجمع الرو فروم تو اور مور تيبل، يعني ممكن اكتر من تيبل اجمع منهم الداتا عن طريق الجوين. قال لك الموست كومن ريليشن شيب، اهم علاقه او اشهر علاقه البرايمري كي والفورين كي. نيجي هنا بيقول لك ان اساس اي جوين اشهر علاقه ان البرايمري كي يكون في تيبل والفورين كي في تيبل تاني عشان اربط الاتنين تيبل ببعض. فالسنتكس بتاع الجوين، تعالوا بقى نشوف السنتكس من هنا. بيقول لك الشكل الاساسي للجوين. ده الشكل بتاع الاوراكل. بيقول لك انت بتعمل سيلكت، بعد كده الكولوم الاولاني، بعد كده كوما الكولوم التاني. تمام كده انا عملت سيلكت للاثنين كولومز بتوعي. بعد كده فروم التيبلز اللي انا عايز اعمل عليها جوين، فانا بقول له مثلا التيبل الاولاني كوما التيبل التاني. الطريقه ديت في طريقه تاني غير الطريقه ديت هنشوفها دلوقتي. بيقول لك وير، بعد كده الكونديشن ده مهم جدا. اللي انت لازم تربط البرايمري كي بالفورين كي. يعني انت دلوقتي عندي الاثنين تيبل ده، ونفترض ان التيبل الاولاني دوت فيه برايمري كي. لازم البرايمري كي دوت يكون فورين كي في التيبل التاني. فانا هربط الاتنين ببعض، الاتنين لازم يكونوا متساويين ويكون ليهم نفس القيم. لو عاوز تضيف سيرش جوين سيرش كونديشن في الاخر عادي، لو عايز تضيف كونديشن في الاخر. تمام. بيقول لك عندك كي كونسبتس. بيقول لك اول حاجه كواليفاي الكولوم نيمز. بيقول لك لو عندك نفس الكولوم موجود في اكتر من تيبل ما ينفعش. يبقى لو نفس العمود موجود في اكتر من تيبل ده ما ينفعش. يعني مثلا لو انا بقول له وير الاف اي دي بيساوي الاف اي دي، عندنا هنا في الانر جوين او في باقي الجوين مش هينفع. لازم يكون مختلف. يعني مثلا تقول له الستودنت دوت الاف اي دي والفاكولتي دوت اف اي دي. كان في حاجه زمان اسمها الناتشرال جين كانت بتسمح بكده، بتسمح ان انت يكون عندك الاتنين كولوم ليهم نفس الاسم. لكن احنا هنشتغل على حاجه اسمها الانر جوين. تمام. يبقى اول كونسبت اللي انت كواليفاي الكولوم نيم، ان انت لما يكون عندك نفس الكولوم موجود بنفس الاسم بيقول لك يو ماست كواليفاي، لازم تغير الاسم ده. قال لك عشان بيقول لك على سبيل المثال مثلا بيقول لك الستودنت دوت الاف اي دي والفاكولتي كده الاتنين مختلفين فتمام. تاني حاجه الجوين كونديشن. الجوين كونديشن دوت اللي هو اللي انا لسه قايل عليه، اللي هو ان انت هتربط الاثنين تيبل ازاي. فانا هحط البرايمري كي بيساوي الفورين كي او البرايمري كي هنا بيساوي الفورين كي. بعد كده السيرش كونديشن، لو انت مثلا عاوز تعمل فلتره بعد ما الجداول تتربط ببعض فعادي ممكن تعمل فلتره، وممكن لو مش عاوز تعمل ما تعملش. يبقى ديت الكي كونسبت بتاعت الجوين. تمام. بيقول لك هنا مثال اهو، تعالوا نشوف المثال دوت. بيقول لك انا سيلكت بيقول لك ايه، هسلكت الاس اي دي والاس لاست نيم والاف لاست نيم. تمام. انا جبت الثلاثه دول منين؟ قال لك عندي اتنين تيبل اسمه الستودنت وتيبل اسمه الفاكولتي. الاتنين تيبل دول عايز اعمل عليهم كونديشن. فالكونديشن ان ايه، ان اكيد ان تيبل فاكولتي دوت ده التيبل البيرنت، ده التيبل الاب، يبقى دوت التيبل اللي فيه البرايمري كي، يبقى فاكولتي دوت اف اي دي. يبقى كده انا قلت البرايمري كي بتاع التيبل اللي هو بتاع الفاكولتي. بعد كده عايز اربطه بالفورين كي.
يبقى انا هقول له student.fid. كده انا ربطت الاتنين تيبل ببعض عن طريق الشرط. لو عاوز احط كونديشن في الاخر فهقول له and ان مثلا الاف لاست تكون ان يعني لازم تكون الاتنين دول يا اما ماركس يا اما الاسم التاني ده، يا اما ده او ده. اعتبر ان ديت اكنها اور، يا اما دوت او ده. تمام. نخش بقى على انواع الجوين. انواع الجوين، اول نوع هو اسمه الانر جوين. الانر جوين دوت وهو الموست كومن تايب، هو اشهر نوع. بيجيب لك ايه؟ بيجيب لك الماتش ما بين الاثنين تيبل. يعني انت مثلا عندك التيبل الاولاني زي ما كانت في الصوره هنا مثلا، انا عندي التيبل اللي على اليمين ده والتيبل اللي على الشمال، فالانر جوين بيجيب لك المشترك ما بينهم اللي هو في النص هنا. تمام. برضو بيبقى اسمه مثلا، ممكن يبقى اسمه ايكو جوين. قلنا نيتشرال جوين دوت اللي لسه قايله، بس لازم الجوين نفس الكولوم تكون نفس الاسم. يعني انت مثلا الكولوم هنا اللي هتعمل عليه جوين يكون هناك بنفس الاسم، ولكن في الانر جوين يفضل ان هو ما يكونش بنفس الاسم. تمام. تعالوا نشوف بقى، عندنا طريقتين للكتابه. اول حاجه طريقه اسمها طريقه الاوراكل. طريقه الاوراكل العاديه بتقول له سيلكت، عايز اجيب الاس اي دي والاس لاست والستودنت والاف لاست. تمام. هقول له هجيبه منين؟ او بقول له فروم، بعد كده اسم التيبل الاولاني كوما اسم التيبل التاني، بعد كده بقول له وير، بعد كده بقول له ان البرايمري كي بيساوي الفورين كي. دي طريقه الاوراكل اللي هي العاديه. طريقه تانية وبيقول لك الطريقه ديت ريكومندد، يعني الاحسن انت تستخدمها، او عادي مش فارقه، الطريقتين كده كده واحد، المناسب معاك استخدمه. طريقه اسمها الانسي. ايه الانسي ديت؟ بيقول لك انا نفس الكلام هسلكت نفس الكلام، بس هقول له فروم التيبل الاولاني احنا اتفقنا اسمه ستودنت، بس بدل الكوما بقول له ايه؟ بقول له انر جوين، او ممكن تكتب جوين على طول التيبل التاني. يبقى كده انا قلت له عايز التيبل الاولاني يجوين مع التيبل التاني، وهنا إيه؟ يبقى انا قلت له بدل الكوما قلت له انر جوين. طب بدل الوير هقول له اون ايه بقى؟ الكونديشن بتاعك ان البرايمري كي يساوي الفورين كي. تمام. كده اول نوع. يبقى اول نوع الانر جوين. الانر جوين دوت ايه؟ بيرجع الصفوف اللي ليها ماتش في الجدولين بس. تمام. ودوت الناتشر جوين اللي احنا اتكلمنا عليه، بس بيقول لك ايه؟ بيقول لك بيعمل جوين تلقائي على اي عمود بنفس الاسم، ان لازم الاثنين يكون في متشابهين في الاسم. نخش على الاوتر جوين. كده احنا اتكلمنا على الانر جوين، نخش على الاوتر جوين. ايه الاوتر جوين؟ الاوتر جوين بيقول لك انا برجع كل الروز من وان تيبل والتيبل التاني، برجع كل حاجه. بيقول لك انا برجع كل الصفوف من تيبل معين، حتى لو مفيش ماتش هيحطها بنل. الاوتر جوين عباره عن ثلاث انواع: ليفت اوتر جوين، رايت اوتر جوين، فول اوتر جوين. ايه الكلام؟ اول حاجه ليفت اوتر جوين بيقول لك فروم الليفت تيبل، يبقى انا بجيب كل الروز كله من التيبل اللي هو اللي على الشمال. تمام. بيقول لك فيرست تيبل منشند اللي انت اول تيبل بتسكوره. تمام. والماتشد معاه من اليمين. نيجي للصوره كده. لو جيت مثلا للصوره، عايز مثلا الليفت جوين، فانا هجيب كل الكولوم اللي على التيبل اللي على الشمال اللي هو اللي على الشمال ده، والماتشد معاه من اللي على اليمين بس. تمام. طب الرايت جوين هجيب كل الكولوم كل الروز اللي التيبل اللي على اليمين والماتشد معاه من على الشمال. طب الفول اوتر بجيب الاتنين مع بعض، حتى لو مفيش قيم بحطها بنل. تمام. نيجي هنا مثلا للامثله. الليفت اوتر جوين بيقول لك كل صفوف الجدول الشمالي. يعني ايه؟ انا قلت سيلكت الاس اي دي والاس لاست والاف لاست. تمام. فانا بقول له فروم الستودنت. كده ايه الجدول الشمالي اللي عندي؟ الستودنت. بعد كده بقول له ليفت اوتر جوين، او ممكن تقول ليفت جوين بس. كده بعد كده فاكولتي. طب ايه الجدول اللي على الشمال؟ يبقى هو كده هيجيب كل الداتا اللي في جدول الستودنت. تمام. هيجيب الماتش معاها من جدول الفاكولتي. يعني بيقول لك اهو، بيقول لك هجيب كل الطلاب، بيقول لك المشرف لو موجود اللي هو بتاع الفاكولتي يعني. طب لو مش موجود هيحطه بنل. وطبعا الشرط بتاعي اون ان البرايمري كي بيساوي الفورين كي. نيجي مثال على الرايت جوين. نفس الكلام، عملت سيلكتايه، بعد كده بقول له فروم الستودنت، بعد كده رايت اوتر جوين. طب هنا هيجيب انهي تيبل كامل؟ هيجيب تيبل الفاكولتي. ليه؟ لان التيبل دوت هو اللي على اليمين، وهيجيب الماتش معاه من التيبل اللي على الشمال. يبقى بيقول لك اهو كل المشرفين، يبقى كل اللي في الفاكولتي حتى اللي مالهمش طلاب. تمام. طب لو مفيش طالب هيحطه بنل. طب الفول اوتر جوين هيجيب لك كله بقى. بعد كده انت بتقول له اهوت فروم ستودنت فول اوتر جوين الفاكولتي، هيجيب لك الاثنين مع بعض. في حته هنا بيقول لك زمان كانوا بيستخدموا علامه اللي هي الزائد ديت. بيقول لك دي بتتحط جنب العمود اللي ممكن ما يبقاش ليه ماتش. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني مثلا نيجي هنا نشوف مثال. اه بيقول لك مثلا بتتحط جنب العمود اللي ممكن ما يبقاش ليه ماتش. يعني مثلا المثال اللي هو بتاع ليفت اوتر جوين، احنا قلنا سيلكت الستودنت والفاكولتي. تمام. فاحنا قلنا ان دوت مثال على الليفت اوتر جوين.
تمام. فبيقول لك ايه العمود اللي ممكن ما يبقاش، او ايه التيبل اللي ممكن ما يبقاش ليه ماتش او ممكن تبقى بنل. هو تيبل الفاكولتي. ليه؟ لان انت شغال ليفت اوتر جوين، فبتحط علامه زائد في الاخر. هي الطريقه ديت ما بقتش تستخدم يعني. الطريقه ديت كانت زمان موجوده بس دلوقتي ما بقتش تستخدم. نفس الكلام في الرايت اوتر جوين. انت ايه التيبل اللي ممكن القيم تبقى بنل، اللي هو اللي على اليمين، فانت بتحط زائد هنا. تمام. فبيقول لك بقى اللي انت الريكومندد اللي انت تكتبه، اللي انت بتقول له سيلكت، اللي هو نفس المثال اللي احنا لسه قايلينه. بعد كده فروم ستودنت، بعد كده الليفت اوتر جوين، بعد كده اسم التيبل، بعد كده بتقول له الشرط بتاعك. ونفس الكلام مع الرايت اوتر، ونفس الكلام مع الفول اوتر. نخش على السيلف جوين. ايه هو السيلف جوين؟ بيقول لك السيلف جوين بيقول لك تيبل از جوين تو اتسيلف. يعني التيبل اكنك عندك مثلا تيبل مثلا، والتيبل دوت بيلف على نفسه يعني. ال... على ايه؟ نشوف هنا بيقول لك امتى بنستخدمه. لما التيبل يكون مرتبط بنفسه. على سبيل المثال عندك تيبل اسمه امبلويز، تمام. فانت عاوز المانجر دوت. المانجر هو كده 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 موظف. فكده كده الاثنين هيبقوا في نفس التيبل، فدي اسمها سيلف جوين. نيجي نشوف المثال. بيقول لك انا عايز اعمل سيلكت، تمام. هجيب الاي دي واجيب اللاست نيم، كلمه از وبعد كده النيم دي، ده اسمها الياس نيم. يعني بدل ما يحط الاسم ده بيحط ده. المهم ان هو بيجي يقول لك فروم امبلوي اي ديت ده الموظف. ليفت اوتر جوين ام. طب ام دوت ده المدير. يبقى انا نفس التيبل اهو، نفس التيبل اهوت، بس عملت ايه؟ عملت سيلف جوين. التيبل بيقول لك جوين تو اتسيلف. تمام. ده المثال اللي احنا لسه قايلينه، ماشي. بيقول لك joining multiple table cartesian product، او هو الكروس جوين. ايه الكروس جوين دوت؟ بيقول لك انت مثلا لو عندك ان تيبل، عندك عدد من التيبل، الكونديشن مثلا 1 تو ماني. فالكروس جوين دوت بيقول لك لو انت مثلا عندك التيبل الاولاني، مثلا التيبل الاولاني دوت فيه مثلا 3 صفوف، والتيبل التاني مثلا فيه صفين. فانت بيقول لك ان كل واحد بيماتش مع، يعني ما دوت هينزل مع ده وده مع ده، وبعد كده دوت مع ده وبعد كده مع ده، وبعد كده ده مع ده وبعد كده مع ده. دي اسمها كروس جوين. هتضرب الاتنين في بعض، تمام. فده يبقى التيبل الكبير بتاعك. بيقول لك مثلا لو انا عندي اول تيبل مثلا، هتعمله مع التيبل التاني. فالاولاني فيه مثلا 1000 والتاني فيه 1000، فهتضرب 1000 في 1000 هيطلع لك مليون رو. تمام. ده بالنسبه للكارتيزيان برودكت اللي هو الكروس جوين. بيقول لك الجويننج 4 تيبل. لو انا عندي عايز مثال بقى، المثال دوت بيقول لك فايند. بيقول لك المثال هنا في الكتاب. بيقول لك فايند الكورس نيم والجريد بتاع الستودنت، بس محتاج اللي انت تمشي على 4 تيبل: الستودنت والانرولمنت والكورس سيكشن والكورس. المثال هنا اهوت، بس نيجي نشوفه هنا بشكل احسن. اهو المثال اهوت. هنشوفه بالاوراكل سينتاكس وبالانسي سينتاكس. بالاوراكل هو قال لك ايه؟ قال لك انا عاوز اسلكت الكورس نيم والجريد. تمام. يبقى انا هسلكت الكورس نيم والجريد. تمام. قال لك من ايه بقى؟ قال لك من الستودنت والانرولمنت والكورس والكورس سيكشن والكورس. فانا اقول له اسم التيبل. ايه اللي بعد الاسم التيبل؟ دي حاجه اسمها الياس نيم. بدل ما اروح تاني واكتب اسم التيبل كله، لا انا بقول له الياس نيم. يبقى الاس دي بتعبر عن التيبل ده. بعد كده الانرولمنت اي، بعد كده الكورس سيكشن اللي هي سي اس، بعد كده الكورس اللي هي سي. نيجي بقى للكونديشن بتاعنا. اول حاجه انا عندي كام تيبل؟ ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة. فانا عاوز اعمل اول حاجه كونديشن على اول اتنين تيبل، الاتنين تيبل اللي هنا دول. فانا هقول له اس دوت اس اي دي، الاس دي اللي هي اللي فوق دي، واي دوت اس اي دي. كده انا ربطت البرايمري كي بالفورين كي بتاع اول اتنين تيبل. تمام. كده انا خلصت اول اتنين تيبل. نخش على الاتنين تيبل اللي بعدهم. يبقى اقول له وير، بعد كده اقول له اند. اخش على الاتنين تيبل دول، الالياس نيم الاي والسي اس. فانا اقول له اي دوت الاي دي والسي اس دوت الاي دي. كده انا ربطت البرايمري كي بالفورين كي بتاع الاثنين تيبل دول. نخش على اخر اتنين تيبل اللي هما الاثنين تيبل دول. يبقى انت بتعمل ايه؟ انت بتربط الاثنين دول مع بعض، بعد كده بتربط الاثنين دول مع بعض، بعد كده بتربط الاثنين دول مع بعض. عاوز تضيف كونديشن في الاخر، ضيف كونديشن براحتك. الانسي بقى، واللي هو بيقول لك افضل يعني عشان اللي انت تعرف تقراه يعني. هو كده كده مفيش فرق ما بينهم، الاتنين واحد، بس الفرق ان انت بتعمل هنا كوما وهنا تحت بتقول له انرجي. فهنا بيقول لك سيلكت الكورس نيم، بعد كده الجريد، تمام. بعد كده فروم الستودنت اديت له الاس بتاعته اللي هو الالياس نيم. بعد كده هتقول له هعمل انر جوين على التيبل اللي هو ده. مش احنا عندنا قلنا ان التيبل ستودنت عايز اعمله مع الثلاثه تيبل دول؟ فانا هقول له الفروم تيبل ستودنت، هقول له انر جوين التيبل التاني، واحط الكونديشن بتاع الاثنين تيبل مع بعض. وبعد كده اقول له ايه؟ انر جوين التيبل اني التيبل التالت، واحط الكونديشن بتاع الاثنين تيبل مع بعض اللي هم اني اتنين تيبل اللي هم ده وده. بعد كده بقول له اخر حاجه انر جوين التيبل الرابع،
واحط الكونديشن اللي هما الاتنين تيبل مع بعض. لو حاسس ان انت متلخبط في حته الانر جوين وكده، خليك بالطريقه اللي هي دي، اللي انت تحط الاربعه مره واحده، وبعد كده تقعد تعمل وير واند واند وتربط التيبلز ببعض. تمام. ودوت المثال اهوت، وهنا موجود برضو. الاوبتمايزيشن ان شاء الله ده يبقى ليها وقت تاني. ده كده كل الجوين. عاوزين بقى خلاصة سريعة للجوين، نلم الدنيا كده في الجوين سريعا. عايزين نلم الدنيا في الجوين. احنا اتفقنا ان اول نوع هو اسمه الانر جوين. ايه الانر جوين دوت؟ بيقول لك انا بريتيرن اونلي ماتشنج رو، اللي هي اللي هم المشترك ما بينهم. فهنا بيقول لك مثلا سيلكت، هسلكت النيم مثلا والكاتيجوري نيم من ايه. بيقول لك البرودكشن دي، اعتبر دي ان ديت السكيما بتاعتك، فالسكيما اسمها برودكشن دوت جدول البرودكتس. بعد كده قلت له الالياس نيم، تمام. بعد كده بقول له الانر جوين السكيما بتاعتك دوت الكاتيجوريز. وبعد كده قلت له الشرط اهو، الشرط بتاعك اهو اللي انت تربط البرايمري كي بالفورين كي. يبقى الانر جوين بربط الماتشنج رو المشترك ما بينهم بس. اللي بعده الليفت جوين. الليفت جوين بيقول لك ايه؟ بيقول لك اول رو فروم الليفت تيبل، يبقى هجيب الليفت كيو تيبل كله والماتشد من الماتشد رو اللي هم اللي على اليمين. والكويري ديت بتعمل نفس الكلام ده بالظبط. تمام. يبقى انت هتجيب الليفت جوين. تمام. الرايت جوين بيقول لك all row from الرايت جوين والماتش درو، يبقى هتجيب اللي على اليمين والماتش درو. هنا هو عامل رايت جوين وبعد كده عامل انر جوين، لانه عامل جوين، عامل رايت وعامل انر جوين. ونفس الكلام ورا هنا عامل انر وعامل ليفت جوين، ومستخدم الجروب باي والاوردر باي. تمام. طب الفول اوتر جوين بيقول لك all row from البوست تيبل، يعني كل رو من الاتنين تيبل هتجيب كله المشترك كله من التيبل كله. إيه. الكروس جوين بقى اللي هي الكارتيزيان برودكت، اللي هي الحته ديت. الكروس بيقول لك الكومباينيشن اوف رو فروم بوست تيبل، اهي الشكل بتاعها. اللي انت عندك مثلا التيبل الاولاني والتيبل التاني، فكل واحد يعني مثلا كله مشترك مع بعض، فدوت اسمه الكروس جوين. وده كان سريعا شابتر 6 اللي هو الجزء الاولاني منه، اللي هو السيكوال كويري اللي هو الجوينز. كده هيبقى فاضل شابتر الاوبتمايزيشن اللي هو تقريبا هو جزء صغير صغير خالص في اخر الشابتر، مقدمة على الكويري اوبتمايزيشن. وفي اخر الكتاب شابتر خاص كامل بالاوبتمايزيشن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.